أودع اليوم بالمجلس الدستوري ملف الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 17 أفريل القادم، حيث كان في استقباله رئيس المجلس الدستوري مراد مدرسي. يشرفني أن جينا السلام عليك هنايا نفس الوقت نطرح الملف بالترشيح رسميا حسب المادة 74 الدستور و 32 للقانون العضوي للانتخابات. ويعتبر الرئيس بوتفليقة المرشح الخامس. بيكون فخامته موصي على الخلف ولا مو حاسب هيك حساب؟ ما حدا بيعرف. يعني فخامته الله يرحمه، قصدي الله يشفيه ويعافيه، يعني كان غامض كتير، وإذا حدا سأله هيك سؤال كان يتكهرب وينقمت قلبه. يعني ما حدا بيعرف شو موصي؟ أبداً. حتى الدكتور إحسان اللي هو طبيبه الشخصي وصديقه الخاص ما بيعرف. طيب على فرض يعني على فرض يعني لا سمح الله إذا فخامة المجيد صار له شيء، لا سمح الله أنا عم أقول لا فعل عليه، مين المفروض إنه يستلم بداله؟ نوابه، هيك الدستور بيقول. يعني يا جوزي أبو الحكم يا جوزك أبو العلا. إيه بس مجلس القيادة هو اللي بيقرر بهيك حالة، ما هيك؟ طبعاً أكيد مجلس القيادة. يا ترى هالمرة رح أنفذ يا أحسان؟ حط أملك بالله وفينا سيدي. بدي عملية مو هيك؟ ايه والله سيدي، بدك عملية وفورا. أحسان قرب بدنك لقلك قرب. فيك تباشر تخدير دكتور؟ يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر، فليس لعين لم يفض ماؤها عذر.
ما كنت أظن بأني سأحيا إلى زمن أضطر فيه راغما أن أقف فيكم هذه الوقفة الثقيلة التي تذيب قلبي وتحطم فؤادي، هذه الوقفة التي لا يتمناها امرؤ لألذ أعدائه. صدقوني يا سادتي، هذا اليوم بالنسبة لي هو يوم الكريهة، يوم الحدث الجلل، يوم سقوط البطل، يوم فقدان الأمل، يوم غاشم معتم عاتم، صباحه غائم والحزن فيه على صدورنا جاثم، يوم انتزع فيه الموت أعز إنسان إلى قلوبنا وأقرب حي إلى نفوسنا، يوم أصبح فيه المجيد ذكرى بعد واقع، وروحا بعد جسد، وأثرا بعد عين.